كان عندي مجموعة من العلب اللي انتوا شايفينها دي، فقلت لا انا مش هعمل لها اعادة تدوير، انا هوديها لحد تاني يعمل لها اعادة تدوير، علشان انا بطبيعتي بحب روح التعاون. يعني انا بحب التعاون في العمل، في الشغل، في كل شيء انا بحب التعاون. فطبعا رحت لصديقي احمد زيدان وقلت له والله يا احمد دي البرطمانات اللي موجودة عندي باقية من شغل السيليكون، وانا حابب ان انا اعمل لها اعاده تدوير. قول لي بقى انت هتعمل ايه وتشتغل ازاي. وابتدى هو يشتغل وانا اصوره. زي ما انتوا شايفين هو كده اول حاجه ابتدى ان هو يجمع العلب في بعض. هنشوف الفكره الجميله دي، وبالمناسبه في اكتر من فكره للعلب اللي بالشكل ده ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله قريب. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده زي ما تعودنا ما تنسوش تصلوا على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في التعليقات علشان ناخدوا حسنتين، وكمان تكون صدقة جارية لينا كلنا بإذن الله، وندعو لإخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا. أول حاجة هو بيعملها بيبدأ يجمع العلب دي في بعضها باستخدام المسامير، ودي بصراحة يعتبر من أقوى الحاجات اللي أنت تقدر تجمع فيها علب زي دي. إن أنت تدخل مسمار يمسك القطعتين في بعض أو يمسك الجزئين في بعض، هيكون طبعا ماسك بشكل قوي أكتر من اللي هو الشمع أو مع الشمع كمان، يعني عشان يتأكد من قوة اللحام نفسه. بعد كده بيبدأ طبعا ان هو يشتغل على قطعة الخشب دي. قطعة الخشب دي يا جماعة كانت موجودة عنده، فابتدى ان هو يعلم عليها قطعة تانية من الجلد. الجلد طبعا بيستخدم في التنجيد وبيستخدم في شغل السيارات، وبيستخدم في شغل كتير جدا جدا، وكلنا عارفين طبعا الجلد ده بيستخدم في ايه. وبيستخدم برضو في معظم الاشغال اليدوية وفي الشنط وفي الأحذية وحاجات كتير. بيبدأ بعد كده ان هو يعلم بنفس الطريقة علشان خاطر يعمل كابوتونيه. ولكن الكابوتونيه هنا مش زي الكابوتونيه العادي، هو هنا طبعا بيكون افضل لانه بيوفر كتير وبيوفر خامات وبيوفر مجهود كمان زي ما هنشوفه دلوقتي. بعد كده بيجيب قطعة من الاسفنج وبيبدأ يعلم عليها الجزء ده، بيعلم عليه بيطلعه نفس المقاس بيطلعه ولكن بالاسفنج. طبعا الاسفنج ده بيكون موجود برضو عند الناس اللي بتعمل التنجيد. لو حضرتك حابب تنفذ الفكرة دي بنفسك مفيش أي مشكلة. وبعد كده ابتدى بالمكنة يشتغل بنفس الطريقة دي، يخيط مكان اللي هو العلامات اللي عملها يخيطها بالمكنة. وهنا علشان خاطر يعمل زي شكل 3D أو شبه 3D، علشان خاطر ايه تاخد شكل الكابوتينيه وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها بروزات ودواخل. وده مهم جدا علشان الفكرة اللي معانا اللي هنشوفها في الآخر. بالمناسبة يا جماعة إن شاء الله أحمد زيدان بإذن الله هيعمل قناة قريب، وإن شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه وتدخلوا عنده هتلاقوا حاجات بإذن الله بيقدمها مفيدة. وحد كده دماغه شغالة، هو مصر إن هو يقدم حاجة مفيدة مش حاجة تافهة. هو راجل صنايعي بسم الله ما شاء الله، وشغال في أي حاجة، يعني من الناس اللي هي بسم الله ما شاء الله بتشتغل في أي حاجة، بيسلك يعني، ودماغه حلوة في الشغل وفي التفكير وفي الأفكار وفي البدايل والحاجات اللي زي دي. علشان كده أنا يعني بكون دايما حريص إن أنا ما أقولكمش على حد إلا ما بيكون هيقدم محتوى مفيد هيضيف لحضراتكم حاجة جديدة، حاجات زي كده. فبقول لكم على القناة بتاعته. هو لسه أصلا ما عملش قناة، ولكن أنا حبيت إن أنا أنزل فيديو ده وأديكم فكرة عن شغله. وإن شاء الله بإذن الله هنزل له كذا فكرة. المهم بعد كده بيبدأ إن هو يجمع ده بالدباسة. طبعا الدباسة دي بتشتغل بضغط الهواء وبالكمبروسر. حضرتك ممكن تجيب الدباسة تانية يدوي، هي نفس الشكل ولكن بتشتغل بشكل يدوي، دبوس جنب دبوس. وبعد كده بتبدأ ان انت تشيل الزيادات دي زي ما هنشوفه دلوقتي اهوت. بسم الله ما شاء الله بعد ما خلص شغل الكابوتينيه ابتدى ان هو يبان، وكمان ما فيهوش بروزات يا جماعه، ودي ميزه حلوه جدا هنشوفها دلوقتي عشان هي اللي هتنفع معانا زي ما قلت لكم. بعد كده بيشيل الزيادات اللي هي بره، وممكن بعد كده يدي هنا برضو طبعا من الجلد مفيش مشكله، او تاخد لون او تتساب زي ما هي. عامه دي كده كده مش بتبقى ظاهره ومش بتبان. بعد كده جاب الجزء الثاني او القطعة الثانية وابتدى ان هو برضو يغلفها باستخدام الجلد. وهنا مش هيعمل كابوتينيه او هيحط مثلا اللي هو الاسفنج، لا هو بس يعني نظافة بس. وبعد كده يدبسها بنفس الطريقة. الجزء ده اللي هيكون تحت زي ما هنشوفه، فبالتالي مش ضروري يكون معمول فيه الشغل اللي اتعمل في الجزء الثاني. بعد كده بيعمل القراطيس دي او بيعمل التلبيسة بتاعت
البرطمانات اللي احنا اساسا عايزين نعملوا لها اعاده تدوير. طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه، وضحت لكم ان دي فكره من مجموعه افكار هتتعمل بالبرطمانات دي، فحبيت ان انا انزلها لكم، وان شاء الله انزل لكم فيديو كامل لكل الافكار من العلب دي، عشان لو حضراتكم عندكم علب نفس الشكل ده تقدروا ان انتوا تنفذوها، وممكن كمان تستبدلوها بحاجات تانية زي المواسير او زي البرطمانات اللي هي على نفس الشكل ده. بعد احمد ما عمل لها التلبيسه ابتدى ان هو يثبتها في الجزء اللي تحت. طبعا الجزء اللي تحت ده اللي هو اللي احنا ما عملناش فيه شغل الكابوتينيه، الجزء التاني اللي احنا عملنا فيه شغل الكابوتينيه، وهيبان دلوقتي وهيتجمع الشغل ببعضه باذن الله. طبعا هنا برضو التثبيت بيكون من خلال المسامير علشان تمسك بشكل قوي، وكمان احنا ثبتناها بشويه شمع او بكله، بالكله بتاعت الجلد او الكله بتاعت التنجيد دي معروفه تقدر تستخدمها. جبنا بعد كده الكعاب دي، ده اسمه كعب، وبعد كده ابتدينا ان احنا نعمله اتنين قصاد بعض. ممكن تجيب اللي هي الكعاب الصغيرة، وممكن تجيب العجل لو انت حابب ان هي تكون متحركة وتوديها هنا وتوديها هنا، هتبقى بالنسبة لك اسهل لو بقى عليها اللي هو العجل يعني. طبعا كل الحاجات دي برضو موجودة في السوق، ما فيهاش اي مشكلة. بعد كده جاب الشريط ده، الشريط ده برضو بيستخدم في التنجيد، الشريط اللي هو النيكل ده، وبعد كده ابتدى ان هو يلزقه، هو بيكون دبل فيس يعني لاصق منه فيه، وابتدى ان هو يلزقه. ممكن بعد كده تزوده مثلا بشوية شمع او اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، طلعت ترابيزة جميلة جدا، او تقطوعة بس على اكبر شوية، يعني تقطوعة كبيرة كده شوية على شكل منجاية، جميلة جدا بسم الله ما شاء الله. ودي طبعا زي ما قلت لكم اول فكرة لإعادة تدوير. طيب حد هيقول لي طيب انا ما عنديش خشب اعمل ايه؟ ممكن تستخدم الكراتين، ولكن الكراتين هتحط كرتونتين على بعض وما تستخدمش عليهم غير ابيض خالص، يعني بتثبتهم باستخدام الشمع، لان الغير الابيض هيبوظهم، ودي طبعا عن تجارب كتير. اهم شيء ان انت تحط كرتونتين على بعض وتقطعهم، وبعد كده تغلفهم، او لو اي عندك اي قطع من القماش ممكن تنجد بيها، او تعمل شغل الكابوتينيه ده لو عندك، او عندك اللي هي مكنه الخياطه، او ممكن توديها لاي حد برضو خياطه، مفيش مشكله، مش هتاخد اي حاجه ولا هتصرف. جميله جدا وفكره ممتازه ومميزه. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اهم شيء تعملوا اللايك ودعوه حلوه من القلب. وباذن الله اول احمد ما يعمل القناه احط لكم الرابط بتاعها تحت الفيديو ده، علشان برضو تدخلوا وتدعموه وتدعموا المحتوى الهادف ايا كان عندي او عندي غيري. خدوها قاعدة كده، وانا عارف ان انتوا بتعملوا كده من غير انا ما اقول، لان انا عندي بما يرضي الله الحمد لله احسن متابعين في الدنيا كلها. ربنا يبارك لي فيكم مع عائلتي الكبيرة. بشكركم جدا جدا واسف للاطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.